ازاي سبايدر مان اتحول من قصة مرفوضة لأكبر بطل خارق موجود دلوقتي وبقى أيقونة مارفل، وكل فيلم جديد الناس بتستناه أكتر من اللي قبله. قبل سبايدر مان ما يظهر لازم الأول نعرف مارفل نفسها كانت عاملة ازاي. وقصة مارفل بتبدأ سنة 1939. كان في رجل أعمال أمريكي اسمه مارتن جودمان أسس شركة صغيرة اسمها تايملي كوميكس، وده كان أول اسم شركة مارفل اللي بالمناسبة هيتغير كذا مرة على مدار التاريخ. ووقتها العالم كان مختلف عن دلوقتي خالص، ولا في يوتيوب ولا نتفليكس ولا تليفونات اصلا ولا اي حاجه، وحتى التلفزيون ما كانش لسه دخل كل البيوت في العالم، كان مقتصر على الاغنياء فقط. فوقتها كانت الكوميكس او القصص المصوره واحده من اهم وسائل الترفيه اللي موجوده ومنتشره بين الشباب والمراهقين. كان كل شهر ملايين النسخ بتتباع في كشاك الجرايد، وابطال الكوميكس دول كانوا حاجه زي نجوم السينما دلوقتي. شركه تايملي لما بدات حققت نجاحات مع شخصيات زي هيومن تورش ونيمر ذا مارينر، ودول كانوا شخصيات موجودين في اول اصدار خالص للشركه. الشركه بتنجح في الاول نجاح بسيط زي اي شركه في اولها، ولكن بتيجي الحرب العالميه الثانيه ومع انتهائها بدا اهتمام الجمهور بالابطال الخارقين يقل قوي، وبدا الجمهور اكتر يميل لقصص الجريمه والرومانسيه والرعب. ما اعرفش علاقه الثلاثه ببعض، بس ده اللي كان الجمهور بيحبه وقتها، ده كان الترند وقتها. فتضطر الشركه انها تغير نوعيه القصص اللي بتقدمها. ومع بدايه الخمسينات اسم الشركه بيتغير لاطلس كوميكس. سنه 1957 الشركه بتتعرض لواحده من اكبر المشاكل اللي واجهتها في تاريخها، وكانت ممكن اصلا بسبب المشكله دي ان الشركه تفلس وتقفل. شركه التوزيع اللي كانت شركه اطلس بتتعامل معاها بتفلس، فبالتالي مجلات اطلس ما بقتش اصلا بتوصل للسوق. ومؤسس الشركه مارتن جودمان ما كانش قدامه غير حل واحد بس، ان هو يتعاقد مع شركه توزيع اسمها اندبندنت نيوز. بس المشكله هنا ان شركه التوزيع دي كانت شركه مملوكه لدي سي كوميكس، دي سي اللي كانت وقتها اكبر شركه كوميكس موجوده. والاتفاق اللي حصل بين اندبندنت نيوز واطلس كوميكس كان اتفاق وعقد قاسي جدا. بدل ما شركه اطلس بتنشر كل شهر عشرات العناوين وقصص المختلفه، شركه اطلس بقى مسموح لها فقط ب8 عناوين في الشهر، 8 قصص بس كل شهر هم اللي هينزلوا، مش اكتر من كده. يعني المنافس بتاعك بقى هو اللي بيتحكم فيك وفي القصص اللي انت بتنشرها. وبتدخل شركه اطلس في واحده من اصعب مراحلها، وبقى الهدف الاول للشركه هو البقاء في السوق بس مش المنافسه. ولكن وسط الازمات دي كلها كان في شخص موجود اسمه ستانلي، والراجل ده كان شغال في الشركه دي بقاله 17 سنه، ووصل انه بقى رئيس التحرير بتاع الشركه، هو المسؤول عن ايه اللي بينزل وايه اللي ما بينزلش السوق. وبيقرر انه يجرب فكره جديده، وبدل ما يقدم للناس ابطال خارقين مثاليين مش بيغلطوا كل حاجه صح بيعملوها، قرر يعمل حاجه جديده شويه. وبالتعاون مع الرسام جاك كيربي كونوا فريق من ابطال خارقين عندهم مشاكل في حياتهم الشخصيه ويتخانقوا مع بعض وبيغلطوا كتير وبني ادمين زي كل البشر. وده اللي كان فريق فانتاستيك فور، واللي نزل اول اصدار للقصه في 8 اغسطس 1961. وعلى عكس كل التوقعات وقتها السلسله بتنجح نجاح كبير جدا، وبتثبت ان الجمهور ما بقاش بيدور على البطل المثالي، بقى بيدور على البطل اللي يحس ان هو شبهه، واحد بيغلط زيه بقدم طبيعي. ونجاح فانتاستيك فور هو اللي انقذها من الافلاس وخلاها بقت قادره تواجه دي سي، وادى الثقه لستانلي ان هو يجرب افكار جديده. وفي نفس السنه تتغير اسم الشركه لمارفل كوميكس، ونخش مع تغيير الاسم في مرحله جديده في تاريخ الشركه. ومن بعد نجاح فانتاستيك فور ستانلي بيقرر ان هو يعمل حاجه الجمهور ما قراهاش قبل كده، حاجه اول مره تتعمل. وفي الوقت ده كان اغلب الابطال الخارقين كان عندهم نفس رتم الحياه ونفس الشخصيات متكرره دايما، شخص كبير قوي واثق من نفسه الناس كلها بتحترمه وغالبا معاه فلوس كتير. ولكن المراهقين او الشخصيات الاصغر سنا كانوا دايما بيكونوا مجرد مساعدين بس. اشهر مثال روبن مع باتمان، روبن عمره ما كان هو البطل، كان دايما مساعد لباتمان. فما كانش في حد يتخيل ان في طالب في ثانوي هيقدر يشيل سلسله كامله باسمه. وفي يوم من الايام كان ستانلي قاعد في مكتبه بيشتغل على الكوميكس اللي جايه، ولفت انتباهه حشره بتتحرك على الحيطه. في روايات بتقول ان هو عنكبوت، وروايات تانية بتقول ان هي دبانه، الله اعلم ايه الصح. بس المهم ان ستانلي بيقول ان هو بص للحشره دي وجه في دماغه فكره، ليه ما نعملش شخصيه تكون قادره تمشي على الحيطه. وبدا ستانلي يجهز كل الافكار عن الشخصيه دي، وفي الاول جرب اسامي مختلفه، فلاي مان، موسكيتو مان، انسكت مان، لكنها كلها كانت اسماء مش كاتشي قوي. وبعد عده محاولات ستانلي بيستقر على سبايدر مان، سبايدر شرطة مان. ستانلي كان شايف ان الشرطة دي مهمة عشان يفرق كتابة سبايدر مان عن سوبر مان، بيبقوا شبه بعض الاتنين. ولكن الاسم ما كانش اهم حاجة في الشخصية دي، الفكرة الحقيقية كانت في البطل نفسه. ستانلي بيقرر ان هو يخليه طالب في سن المراهقة، بيعيش حياة عادية وبيتعرض للتنمر وبيخاف من المدرسة ومن الامتحانات، وعايش مع عمته وعمه بعد ما ابوه وامه ماتوا.
وبيعاني من نفس المشاكل اللي اغلب اللي في سنه بيعانوا منها. وللمره الاولى في عالم الكوميكس المراهق مش بيكون المساعد، بيكون هو البطل. وستانلي قرر ان حتى بعد ما الشخصيه دي تكتسب قوتها الخارقه بالطريقه اللي احنا كنا عارفينها، العنكبوت اللي عضه والكلام ده، ان حياه البطل ده مش تبقى مستقره، هتبقى اكثر تعقيدا. وبعد ما ستانلي خلص الفكره على الورق احتاج لرسام يرسم الشخصيه دي. في الاول عرض الفكره على جاك كيربي اللي هو كان رسم فانتاستيك فور واللي كان من اكبر الرسامين في مارفل، ولكن الرسمه او التصميم اللي عمله جاك كيربي ما عجبش ستانلي قوي، لان هو كان شبه كل ابطال الخارقين وقتها، شخص معضل وضخم وواثق من نفسه، وده ستانلي ما كانش عايزه. عشان كده ستانلي بيسند مهمه الرسم للرسام ستيف ديتكو، ومن هنا بدأت الشخصية تاخد شكلها الحقيقي اللي ستانلي عايزه، والشكل اللي كنا عارفينه عن سبايدر مان. ديتكو رسم بيتر باركر شاب رفيع خجول لابس نظارة، ورسم ديتكو البدلة بتاعت سبايدر مان الأحمر فازرق اللي هي أول بدلة لسبايدر مان ظهرت في عالم سبايدر مان أصلا، والقناع اللي بيغطي وشه بالكامل. واقترح ديتكو إن سبايدر مان يكون هو الشخص اللي بيصنع الجهاز بتاع إطلاق الخيوط اللي هو ده بيو بيو ده، عشان يبقى ذكاء بيتر باركر جزء من شخصيته ومن شخصية سبايدر مان نفسها، بدل ما يكون شخص اعتماده الكلي على العنكبوت اللي عضه. وبعد اسابيع من الشغل الكبير على الشخصيه بقت جاهزه. ومن وجهه نظر ستانلي دي كانت شخصيه جديده ما اتعملتش قبل كده، كان مختلف عن اي بطل خارق موجود في الساحه. لكن المشكله ما كانتش الشخصيه نفسها، المشكله ازاي ستانلي هيقنع مارتن جودمان اللي هو مؤسس الشركه بالشخصيه دي. شخصيه غريبه خالص يعني، مش زي اي حاجه بنشوفها قبل كده. وفعلا ستانلي بيعرض الشخصيه على مارتن جودمان، وستانلي كان متوقع ان نجاح فرقه فانتاستيك فور هيسهل اقناع مارتن جودمان بشخصيه سبايدر مان، ولكن اللي حصل كان العكس تماما. من اول لحظه مارتن جودمان ما عجبتوش الفكره، كان شايف ان دي شخصيه بتخالف كل قواعد النجاح المعروفه. واول اعتراض كان على الاسم نفسه سبايدر مان، لان مارتن جودمان كان شايف ان الناس اصلا بيخافوا من العناكب، فازاي هيشتروا مجله مكتوب عليها اسم البطل الرجل العنكبوت. وبالنسبه لمارتن جودمان الاسم لوحده كان كفيل ان الفكره تفشل. والمشكله الثانيه اللي مارتن جودمان كان شايفها ان ده مجرد شخص مراهق، مش شخص كبير معهوش فلوس مش معروف. ازاي مراهق يبقى بطل قصه وبطل سلسله كامله باسمه؟ واعتراضه كان اكبر على شخصيه بيتر باركر نفسها، لان ده طالب اصلا متعرض للتنمر، يعني ده بيتضرب في مدرسته، فازاي ده هينقذ الناس في الشارع؟ برضه هي مش منطقيه قوي لو جيت تبص لها، مش منطقيه. وبرضه مارتن جودمان كان شايف ان الابطال الخارقين اللي في الكوميكس دي حاجه من الخيال عشان القارئ يقدر يفصل بيها عن حياته الواقعيه، وعشان كده الفكره بتترفض تماما. ولكن ستانلي ما كانش مستعد خالص انه يضحي بسبايدر مان. في نفس الوقت ده كانت مارفل بتستعد انها توقف نشر مجله اسمها اميزنج فانتسي، وده بسبب ضعف مبيعاتها. والعدد ال 15 كان هيكون اخر طبعه للسلسله دي. وهنا ستانلي شاف ان دي فكره كويسه جدا، وقال لمارتن جودمان ان طالما كده السلسله دي هتقف، فليه ما نجربش سبايدر مان في العدد الاخير ده؟ كده هتقف فمفيش مشكله لو جربنا، والله لو فشلت مش هنخسر حاجه، بس لو نجحت يبقى خير وبركه. وبعد تردد من مارتن جودمان بيوافق في الاخر، وبكده سبايدر مان بيحصل على فرصه وحيده فقط لاثبات نفسه، لكن الفرصه دي هي اللي هتغير تاريخ مارفل للابد. في اغسطس 1962 بيصدر العدد ال 15 والاخير من اميزنج فانتسي، وزي ما قلت لك كان فيها سبايدر مان، ولكن من كتر ما الشركه كانت خلاص مش متوقعه اي حاجه ما عملوش حمله اعلانيه لسبايدر مان اصلا، نزلوه كده وخلاص. ولكن اللي حصل كان مفاجئ لكل التوقعات. الناس لقت ان سبايدر مان فعلا مختلف عن كل حاجه قروها قبل كده، واحد شبهنا في نفس سننا وبطل خارق، بيتعرض للتنمر في المدرسه والناس بتضربه وبيتريقوا عليه، ولكن بالصدفه البحته عنكبوت بيعضه وبيتحول لبطل خارق. ولكن المفاجاه ان بيتر باركر ما استغلش القوه الخارقه اللي عنده دي في مساعده الناس، ولكن في البدايه استغل قوته الخارقه عشان الشهره وعشان ياخد فلوس، وما كانش مهتم قوي بالناس يحصل لها ايه. وفي يوم من الايام، ودي قصه كلنا عارفينها عن سبايدر مان، لما كان في حرامي بيهرب لكنه رفض يتدخل وقال ان دي مش مسؤوليته، وبعد وقت قصير بنكتشف ان نفس الحرامي ده اللي سبايدر مان ما وقفوش هو اللي بيقتل انكل بن اللي هو عم سبايدر مان. ومن اللحظه دي بيقرر سبايدر مان ان هو يساعد الناس وما يبقاش شخص اناني، ومن هنا بيتولد المبدا اللي اتبنت عليه الشخصيه كلها. With great power comes great responsibility. ودي المقولة اللي كانت مكتوبة في آخر صفحة في آخر سطر في المجلة، ودي الفلسفة اللي اتبنت عليها شخصية سبايدر مان لمدة أكتر من 60 سنة قدام. وبسبب نجاح الشخصية بيقرر مارتن جودمان اللي اقتنع بالفكرة أخيرا إنه يعمل لها سلسلة لوحدها باسم The Amazing Spider-Man. وفي مارس 1963 بينزل الإصدار الأول The Amazing Spider-Man. طبعا الشخصية نجحت نجاح ساحق
ولكن السؤال الاهم وسؤال الفيديو اصلا، ايه اللي خلى سبايدر مان شخصيه ناجحه قوي كده، شخصيه الناس كلها بيحبوها، وليه ما اختفاش زي عشرات الشخصيات اللي اختفت مع الوقت؟ وجابت السؤال ده انا قلتها لك اصلا على مدار الفيديو وانا بوصف لك الشخصيه، ان هو واحد قدك في نفس سنك بيتعرض لنفس مشاكلك في الحياه اليوميه، وحتى لما بقى بطل خارق بقى بيواجه نفس المشاكل دي زائد مشاكل الناس التانيه اللي هو بيحاول يحلها عشان هو سبايدر مان. في نفس الوقت قصه سبايدر مان دي بتحصل في شوارع نيويورك اللي هي مدينه موجوده بالفعل، على عكس باتمان وسوبرمان وكده. جوثام سيتي دي اصلا مدينه خياليه، سوبرمان عايش في عالمه الخيالي اصلا. وحتى تصميم وديزاين شخصيه سبايدر مان الرسمه نفسها ليها دور مهم جدا. القناع اللي بيغطي وش سبايدر مان بيخلي اي طفل او مراهق يقدر يتخيل نفسه مكانه، ما هو مش عارف شكله، هو عارف ده واحد لابس ماسك، فممكن يبقى انا عادي. طبعا تفكير الاطفال مش تفكير انا. فانت شايف شخص مش على طول بيكسب، مش عايش حياه مثاليه زي باتمان وسوبرمان وكده، ولكنه دايما بيستمر في المحاوله، دايما بيحاول ما يخسرش. في كل العناصر دي اجتمعت طلعت لنا شخصيه ما شفناش قبل كده، وعشان كده سبايدر مان ما اختفاش زي عشرات الشخصيات التانية. وبعد نجاح السلسله بتاعت اميزنج سبايدر مان في عالم الكوميكس، بدا يظهر معاها شخصيات تانية زي هالك وثور وايرون مان، الشخصيات اللي انت عارفها بتاعت عالم مارفل العاديه. فضل سبايدر مان هو الشخصيه الاقرب للجمهور، واثناء ما كان القراء بتاع الكوميكس بيكبروا كانت شخصيه سبايدر مان بتكبر معاهم، من طالب في ثانوي للجامعه اللي بعد الجامعه اتخرج بيدور على شغل زيه زي كل الناس. شخصية قريبة لينا احنا. ومع مرور الوقت ونجاح الشخصية بتخرج الشخصية من عالم الكوميكس والمجلات للتلفزيون والألعاب. طبعا بنشوف فيلم سبايدر مان 1 و 2 و 3 واميزنج سبايدر مان 1 و 2، وبعد كده بنخش في عالم مارفل السينمائي اللي مليان أفلام كتيرة. وبتحول سبايدر مان من شخصية مرفوضة، شخصية كانتش عاجبة مؤسس مارفل، لواحدة من أنجح إن لم تكن أنجح الشخصيات في عالم مارفل السينمائي او في عالم مارفل عموما، قبل ما يكون سينمائي وبعد ما بقى سينمائي. وبس كده، دي كانت قصه سبايدر مان من ايام ما كان فكره لغايه ما وصلنا النهارده الفيلم الاخير اللي نزل بتاعه سبايدر مان براند نيو داي. لو اتفرجت على الفيلم قول لي في الكومنتس حلو ولا وحش، وقول لي ايه اكتر سوبر هيرو بتحبه في الكومنتات. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.